السلام عليكم. النهارده جات لي فكره الفيديو من شويه خيار كده، لقيتهم داخلين على دبلان كده في التلاجة، فقلت خلاص بقى ما بدهاش هنعمل خيار مخلل. وطبعا لان الخيار المخلل مفيش غنى عنه، يعني حلو جدا. هنعمله النهارده بطريقه جميله جدا وطريقه سريعه، يعني لو عملناه ممكن ناكله بعديها ب5 6 ساعات. ان شاء الله الطريقه هتعجبكم، بس قبل ما نبتدي الفيديو ياريت ما ننساش نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. هنجيب الخيار، هنغسله كويس جدا بالطريقه اللي شايفينها دي، وهنقمعه يعني من الاطراف، نشيل القمع من هنا والقمع من هنا. هنجيب حله وهنعمل بقى فيها محلول، اللي احنا هنخلل فيه المخلل. المحلول ده عباره عن ميه وملح وخل. المج اللي انتوا شفتوه في الاول ده، طبعا كلنا في بيوتنا عندنا مجات زي المج ده باختلاف شكله يعني، بس الحجم ثابت. هنعمل بقى المحلول عبارة عن 3 مجات من المج ده، 3 مجات مية. طبعا عشان انا عندي كمية الخيار قليلة، تقدري انت بقى تلعبي في كمية المية على حسب كمية الخيار الموجودة عندك. انا هنا استعملت 3 مجات من المية. هنزل عليهم بالمعلقة دي 3 معالق من الملح، يبقى لكل مج من المية معلقة مليانة كده من الملح. تمام. انا نزلت كده ب3 مجات من المية عليهم 3 معالق من الملح، وكل مج عليه معلقتين من الخل. يبقى المحلول بقى بتاعنا اللي هنستعمله هو عبارة كل كوباية من المية او كل مج من اللي انتوا شفتوه ده من المية ليه معلقة من الملح، معلقتين من الخل. ده خل. تمام. تاني، يبقى كل كوباية من المية ليها معلقة من الملح ليها معلقتين من الخل. تمام. طبعا انت لو حابة الخيار يكون مقرمش معاكي كده له قرمشة حلوة كده، بنضيف كمان للمحلول ده معلقة من نفس المعلقة اللي احنا استعملناها للملح، معلقة مليانة من السكر. تمام. يعني انت لو عاملة كمية كبيرة هنستعمل كمية هنستعمل بالاضافة للكمية اللي احنا حطيناها من الملح معلقة من السكر. وطبعا انا ما فيش غنى، عملت كمية كبيرة كمية صغيرة لازم استعمل معلقة السكر دي، لان هي فعلا بتعمل قرمشة حلوة اوي للخيار. هدوب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها وهرفعها على النار تغلي. اول ما تغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هطفي عليها النار، وهنزل بقى فيها بالخيار. هنزل بقى كل الخيار اللي عندي في قلب المية دي، وهغطيها وهسيبها حوالي 3 ساعات 4 ساعات لحد ما احس ان الخيارة لونها كله غير وشربت من المحلول كويس، او لحد المية ما تبرد. اول المية ما تبرد خلاص هشيلها بقى من المحلول ده وهعبيها في البطرمانات بتاعتها. طبعا دي طريقة التخليل السريعة، تقدري تخلليه بالطريقة العادية، يعني تحطيه في مية باردة عادي، او تغلي المية وتسيبيها لحد ما تبرد. يعني انت هتعملي برضو نفس الكميات دي ونفس المحلول ده، بس تعمليها في مية باردة. يعني ممكن تعمليها في مية باردة من الحنفية، وممكن تغلي المية زي ما انا غليتها كده بالحاجات اللي فيها، وتسيبي المية لحد ما تبرد، وبعد ما تبرد تنزلي فيها بالخيار. طبعا ده كان شكل الخيار بعد ما نقعته والمية بردت عليه. جبت بقى البطرمانات دي انا غسلها منضفاها كويس ونشفاها معقماها. هنزل بقى فيها بالخيار واحدة واحدة كده بالطول. طبعا في جوانب من الخيار خضرة، لان ما يعني زي ما انتم شايفين كده في سن الدبلان في الخيار، فانا لما بسيبه في المية هو غصب عني بيطلع عن المية، فده المية ما غمستوش كويس قوي. بس لما يتحط في البطرمانات بقى ويقعد يوم كامل بره، هتلاقي لونه كله غير وشرب غصب عنك من المية. فيعني اللون الاخضر ده ما تخافوش منه، يعني عادي وارد انه يحصل كده. انا حطيت كل الخيار في قلب البطرمانات. هنزل بقى بكمية المية اللي هو اصلا كان فيها، اللي هو المحلول. احنا قلنا المحلول تاني، كل كوباية من اللي انتوا شفتوها دي ليها معلقة من الملح وليها معلقتين من الخل، وكل الكمية في النهاية ليها معلقة من السكر كبيرة كده، علشان تدي قرمشة للخيار، الخيار ما ينعمش. طبعا انت لو مش حابة ان الخيار ينعم يفضل مقرمش معاكي، هتسيبيه في البطرمانات دي ليلة كاملة بره على الرخامة كده، وبعدين تدخليه التلاجة. طول ما هو في التلاجة عمره ما ينعم ولا يريح. هحط بقى في كل بطرمان حوالي 3 فصوص من التوم. طبعا انا ما بفتحش التوم عشان مش بحب نكهته تبقى قوية قوي في الخيار. لو انت حابه نكهه التوم ممكن تفتحيه قوي نصين كده، تعمليه نصين وتفتحيه
وتحطيه. دي بقى كزبرة ناشفة، حطيت حوالي نص معلقة في كل برطمان. الكزبرة جميلة جدا، تقدري برضو لو عندك حب ممكن تحطيها حب، مفيش مشكلة، بس انا بحب نكهة الكزبرة قوي في الخيار يعني. بس وهغطي بقى البطرمانات كويس قوي، وهقلبهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان الكزبرة والثوم كده ايه يروحوا ويجوا كده في قلب المحلول كله، تبقى نكهتهم قوي في قلب المحلول. هسيبهم بقى زي ما قلت لكم ليلة كاملة على الرخامة، لحد ما الاقي الخيارة احس ان هي شربت من المحلول ولونها غير، وبعد كده هدخلها التلاجة علشان ما تنعمش. طبعا لو عندكم كمية قليلة كمية كبيرة اعملها بنفس الطريقة، ان شاء الله الطريقة تعجبك. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان القناة تكبر بكم وليكم. وشكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.